السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة طعم البيت مع إيمان رضا. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه المقرمش من بره والطري من جوه بتتبيلة مميزة هتخلي طعمه أحلى من المطاعم. هقول لكم كل الأسرار من أول التتبيلة لحد القلي الصحيح، حتى لو هي باردة طعمها هيبقى حلو أوي ولذيذ. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة صدر الفرخة هنجيبه، وهنا دقيق، كوباية مية، بيضتين، نشا، نص كوباية نشا، معلقة صغيرة شطة، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة بيكنج بودر، ملح، فلفل أسمر. هنبدأ الأول هنحط الدقيق. وبعدين هنحط البيض، نحط الشطة، الفلفل الأسمر والملح، بيكنج بودر، الثوم البودر والبصل بودر. تمام. فصين توم. وهنقلب المحتويات دي مع بعضها. هنحط مع كوباية مية. هنضرب البيض كويس جدا. نقلته في بولة كبيرة شوية عشان الطبق ما كان صغير. نضربه كويس جدا جدا. وبعدين هنروح حاطين صدور الفراخ، قطع الفراخ. تمام. ونقلبها كويس قوي قوي اهي. تعالى نعمل حلقة يا حمزة. قلبناها كويس وهنحطها في التلاجة لمدة ساعتين. هنبدأ ان احنا نعمل الخليط التاني اللي هو هنحط قطع البانيه فيه. كوباية دقيق، كوباية نشا، معلقة بيكنج باودر. وهنبدأ ان احنا نخرج قطع البانيه. نقلب ده الاول. تمام. وبعدين هنجيب قطع البانيه نحطها بالطريقة دي. عايزينها تبقى يعني ما ندوس عليها خالص، نروح عاملين كده عشان تبقى فيها التكرمشة اللي انتوا شايفينها دي. نعملها 10 مرات بالطريقة دي، 10 مرات. ونحطها في الدقيق تاني. ونحطها في الزيت على طول. نعمل غيرها بالطريقة دي. نعملها كده 10 مرات. وبعدين نحطها تاني في الدقيق بالشكل ده. نعملها كده، نعملها كده بالطريقة دي برضه. نحطها في الزيت على الثانية. نكمل القطعة التانية ونعملها بنفس الطريقة 10 مرات عشان يبقى فيها الكرمشة دي. نحطها على طول في الزيت. وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. لو استفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه طعم البيت مع ايمان، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.